خير، مساء الفل على احلى متابعين واهلا بيكم في قناتي قناة ماما سوسو. طبعا انا بقالي ياما ما بصورش، ولما بصور في القرية هنا. انتوا عارفين الصيف بيبقى صعب شوية في التصوير والحر، فالاحلى حاجة انكم بتصوروا بره في الهواء الطلق في القرية في الجمال ده. انا طول النهار قاعدة طبعا في القرية في الشاليه. قلت اطلع بعد الظهر كده بعد المغرب، اطلع بقى اتمشى كده في الهواء الحلو الطبيعي، نروح البحر كده واشوف الجو ايه واقول لكم على الجمال. انا هنا كده بدأت اطلع على البحر اهو، شايفين هنا البحر، اطلع عليه واشوف الجمال واشوف. سامعين صوت الهواء؟ النهارده كان اللي بيقولوا البحر عالي جدا ومنعين حد ينزل فيه، فانا قلت ايه اشوف بقى بعد الظهر عشان الشمس بتبقى جامده، مش بقدر اطلع فيه. بصوا الجمال من بعيد اهو، وشايفين البحر الجميل، حاجة كده طبيعية، حاجة جميلة. هوا الطلق ده هنروح نقعد على البسين فوق، بس عايزة كنت اوريلكم البسين اللي قدامي بقى بعد ما اتفتح، والناس اللي بتنزل، كمية ناس بتنزل مش ممكن يعني، عشان قريب من البوابة بتاعت القرية، فكل اللي بيجي عليه. بس انا هنا هخش ال- الحمام السباحة اللي فوق، بس عشان اطلع الكارنيه بتاع الحمام السباحة اطلعه وارجع لكم تاني. بصوا هنا بقى البحر بس بالليل، بس جماله بالليل حاجة جميلة جدا. أموت أنا في البحر رغم إن أنا اسكندرانية، بس أقول لكم البحر عالي جدا فعلا، عشان كده النهارده محدش نازل. شايفين الجمال؟ متعوا يا جماعة، متعوا بالجو والجمال. بقى أنا بعد ما قعدت شوية على البحر فوق عند البسين اللي فوق، حسيت الجو ساقع شوية كده، قلت اجي قدام الشاليه البسين الكبير، قلت اقعد شوية بدل السقعة اللي هناك، جوه هناك وهنا فتح واحد بتاع سمك قدام. يعني القرية فيها خدمات حلوة جدا جدا. بص الجمال، بص الجمال بالليل والهدوء، هدوء حاجة جميلة قوي قوي. شايفين المنظر من بعيد، روعة روعة. البسين بيت ده بقى الصبح بيبقى ايه، هو اخره الساعة 8، يطلعوا منه الساعة 8 بس. حلو يعني، بس حاجة جميلة جدا. واتمنى يكون عجبكم الفيديو ده، ولو عجبكم ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم مني كل جديد، واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.